الجيش الملكي لم تخسر ولم تتعادل، ولهذا تقترب من اللقب رقم 14. صراحة ماتش ديال اسفي والجيش الملكي كان ماتش سخون. كانت ان اسفي راجعة للور كتلعب بلي كونتر. الاشكال اللي عند اسفي ما عندهاش شي مهاجم نيت صحاح، ما عندهاش شي اجنحة نيت كاينين. عندها ميليو الدفاع وشوية داك التعزي اللي عندهم قديم. هادو هما اللعابة اللي عندها شي أجنحة نيت وواحد الناف غادي تكون أسفي فريق ناضي. لهذا الجيش كتقترب من أنها تدي البطولة بكل صراحة، أنها مازال ما خسرتش. أن دابا الرجاء خصها تنتظر دابا خسارة ديال الجيش باش تبقى لها 2 النقاط وتدي البطولة الرجاء. يعني هذا بحال نقولك بحال الرجاء راه تبتعد على الجيش ب5 النقاط ماشي ب4، حيت التعادل بالنقاط الجيش راه عندها لافونتاج. والرجاء كتنتصر ب3-1 على السوالم. توقع موهوب اللي كيوصل للهدف ديالو السابع، والهدف ديال بوزوق اللي كيوصل للهدف ديالو الثامن، والهدف ديال النفاتي في آخر الدقائق، والهدف ديال السوالم جاء عن طريق رحيمي الحسين الرحيمي اللاعب المعار من فريق الرجاء. هذا هو اللي كاين. الصراع مازال ولكن واحد النسبة أقل، مغاديش تبقى ديك الآخر. من غير ما الجيش تعادل في الماتش الجاي ولا تشد الصدارة، تشعل في الصدارة. هذا هو اللي كاين. ما خبرنا عليكم شوية مع المرض. ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجيو الفيديو، وشكرا لكم.